أهلا بكم في جولة معمقة جديدة. اليوم بنروح للدار البيضاء في المغرب، وتحديداً مطار محمد الخامس الدولي. امم هناك وصل المنتخب الجزائري لكرة القدم مؤخراً، والوصول ده مش مجرد انتقال عادي، لا، أكيد لا. ده استعداد لمباراة مهمة جداً ضد منتخب غينيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026. المصادر اللي معانا فيها تفاصيل كثيرة ومثيرة للاهتمام. خلينا نشوف إيه الحكاية بالضبط. بالفعل، الموضوع ده لافت للنظر، مش بس عشان أهمية المباراة نفسها كتصفيات كأس عالم، إيه صحيح. لا كمان الظروف المحيطة بيها. يعني فكرة إن منتخب غينيا يلعب مباراته اللي المفروض على أرضه يلعبها في بلد ثالث اللي هو المغرب، ده بيفتح كلام كتير عن واقع البنية التحتية الرياضية في إفريقيا وتأثيرها المباشر على ترتيبات المنافسات الكبيرة. يعني بنشوف كيف الجغرافيا واللوجستيات بتدخل في معايير المنافسة الدولية. طيب خلينا نبدأ من لحظة وصولهم. المعلومات بتقول إن بعثة محارب الصحراء وصلت صباح الأحد للدار البيضاء. تمام. الغريب شوية أو اللافت إن الرحلة كانت مباشرة من الجزائر، وده طبيعي، بس كانت على طيارة تونسية. ده مجرد تفصيل فني ولا في حاجة تانية؟ لا، على الأغلب تفصيل لوجستي بحت. في عالم تنقلات المنتخبات ده في عوامل كتير بتدخل في اختيار الطيران. زي إيه مثلا؟ يعني جداول الرحلات المتاحة، اتفاقيات الطيران نفسها، ممكن التكاليف، الراحة أكيد. فاستخدام طيارة تونسية ممكن يكون ببساطة هو الخيار الأنسب أو المتوفر في الوقت ده عشان يضمنوا رحلة مباشرة ومريحة لكل البعثة. منطقي. الأهم من اسم شركة الطيران هو إن الوصول كان مباشر وسهل، وده اللي حصل. طيب، والاستقبال؟ عادة لحظة الوصول دي بيكون فيها بروتوكول معين. المصادر بتقول كان في استقبال رسمي. وده مهم. كان في ممثل عن الجامعة المغربية لكرة القدم، الكاتب العام طارق نجم، هو اللي كان في استقبال البعثة الجزائرية. ده بيدي طابع رسمي وخلينا نقول ودي للوصول. بالضبط، والاستقبال الرسمي ده له دلالات أكبر من مجرد إجراء شكلي. ده تطبيق للأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية الرياضية المتعارف عليها دولياً. يعني بإيه بالظبط؟ يعني لما مسؤول كبير من اتحاد البلد المضيف يستقبل فريق زاير حتى لو البلد المضيف مش طرف في الماتش، ده بيعكس مستوى احترافية واحترام متبادل بين الاتحادات. مم. وبيأكد إن التنافس الرياضي ممكن يمشي في إطار منظم وعلاقات مؤسسية كويسة بغض النظر عن أي حاجة تانية. الحاجات دي بتبني جسور رياضية إيجابية. طب هل كان في جمهور، مشجعين جزائريين استقبلوهم؟ إيه نعم، وده جانب تاني مهم جدا خصوصا من ناحية معنويات الفريق الجزائري. التفاصيل بتقول إن كان في عدد من الجماهير الجزائرية موجودين في المطار. آه. المشجعين دول سواء من الجالية الجزائرية اللي عايشة في المغرب أو يمكن جايين مخصوص من الجزائر، وجودهم ده كان لمسة دعم معنوي مهمة جدا. رؤية الناس دي بتدي بعد عاطفي وشعبي للحدث الرسمي. ده حقيقي. أكيد لما اللاعبين يشوفوا الأعلام والتشجيع في بلد تاني معنوياتهم بترتفع. ده بيفكرهم بحجم الدعم والآمال اللي عليهم. بالظبط، التأثير النفسي للدعم الجماهيري ده ما ينفعش نقلل منه أبداً حتى لو كان عدد قليل في المطار. صحيح. بالنسبة للاعبين والجهاز الفني، لما يشوفوا مشجعين تعبوا نفسهم وجم عشان يرحبوا بيهم في بلد غريب، دي رسالة قوية. انتوا مش لوحدكم. أي والله. الشعور بالارتباط والمسؤولية ده ممكن يكون حافز قوي، خصوصاً قبل ماتش مصيري زي ده في تصفيات كأس العالم. ده تأكيد إن الفريق بيمثل أمة كاملة في أي مكان يلعب فيه. الدعم ده ممكن يحط الفريق في حالة ذهنية إيجابية قبل المعسكر والماتش. نقطة مهمة جدا فعلا. طيب نروح بقى للسؤال الأساسي، أصلاً ليه ماتش غينيا والجزائر بيتلعب في المغرب؟ إيه اللي خلى الاتحاد الغيني يختار المغرب؟ السبب زي ما المصادر موضحة هو سبب متعلق بالبنية التحتية الرياضية في غينيا نفسها. آه. واضح إن غينيا حالياً ما عندهاش ملعب معتمد من الفيفا، يستوفي كل الشروط والمعايير المطلوبة لماتشات دولية رسمية في تصفيات كأس عالم. والمعايير دي بتكون صارمة طبعاً. جداً، بتشمل حاجات كتير: أرضية الملعب، المدرجات، المرافق، السلامة، الإضاءة، حاجات كتير قوي. وده معناه إن الاتحاد الغيني كان لازم يدور على ملعب بره بلده؟ تماماً،
لما ملاعب بلد معين ما بتعتمدش من الفيفا أو الكاف للماتشات الرسمية، ما بيكونش في حل غير إنهم يستضيفوا ماتشاتهم إلا على أرضهم في بلد تاني عنده المنشآت المعتمدة دي. مم. وده للأسف موقف بيتكرر أحياناً في أفريقيا، وده بيعمل تحديات زيادة للمنتخبات اللي بتخسر ميزة اللعب على أرضها ووسط جمهورها، وبتتحمل تكاليف وتعقيدات زيادة. وهنا بقى نوصل للنقطة المثيرة للاهتمام واللي يمكن ما كنتش متوقعه. المصادر اللي معانا بتركز قوي على أن القرار ده، قرار اختيار المغرب والدار البيضاء بالذات، في مجموعة مزايا لوجستيكية غير مباشرة للمنتخب الجزائري. بالظبط. كأن مشكلة طرف بقت فرصة للطرف الثاني. نعم. دي زاوية تحليل مهمة جدا ولازم نقف عندها. فبينما اللعب بره غينيا تحدي ليهم، اختيار الدار البيضاء بالذات بيقدم للمنتخب الجزائري بحكم الجغرافيا والظروف تسهيلات لوجستية ما كانتش هتبقى موجودة لو الماتش اتلعب في كوناكري أو حتى بلد أفريقي تاني بعيد أو مختلف في المناخ. إيه هي المزايا دي بالتحديد؟ المصادر بتفصلها بوضوح، وهي مش حاجات بسيطة خالص في سياق الإعداد البدني والذهني لماتش بالحجم ده. طيب خلينا نستعرضها. أول حاجة عامل المسافة. القرب الجغرافي بين الجزائر والمغرب بيخلي الرحلة قصيرة نسبياً. دي تبان بديهية بس تأثيرها كبير. أكيد، رحلة طيران قصيرة يعني يمكن ساعتين تفرق تماماً عن رحلة ممكن تاخد 5 أو 6 ساعات أو أكتر، خصوصاً لو فيها ترانزيت زي ما بيحصل كتير في السفر لوجهات أفريقية تانية من الجزائر. هم. الوقت القصير ده بيترجم مباشرة لتقليل عامل الإرهاق البدني والذهني اللي مرتبط بالسفر. اللاعبين بيوصلوا هم أقل تعب، وده بيخليهم يدخلوا في جو التحضير أسرع وأحسن. وده ودينا للنقطة التانية اللي المصادر ذكرتها، تجنب الإرهاق بتاع السفر الطويل وتبعاته. الإرهاق مش بس بسبب ساعات الطيران، لأ، في كمان لخبطة النوم المحتملة، الجلوس لفترات طويلة، التغير في الضغط الجوي، الوقت اللي بيضيع في إجراءات المطارات. كل دي عوامل بتأثر. بالظبط. كل ده بيستهلك من طاقة اللاعبين ويأثر على قدرتهم على الأداء في التمرين والماتشات. السفر القصير للمغرب بيختصر كل التعب ده بشكل كبير، وده بيحافظ على لياقة اللاعبين وبيساعد إن برامج الاستشفاء والتمرين تمشي زي ما هي من غير لخبطة كبيرة. طيب، العامل الثالث اللي ركزوا عليه هو المناخ. قالوا إن الجو في الدار البيضاء في الوقت ده من السنة قريب جدا من الجو في الجزائر. إيه أهمية ده؟ أهميته كبيرة جداً. لما فريق رياضي بيروح لبيئة مناخية مختلفة تماماً، يعني مثلاً من جو معتدل لجو حر ورطب أو العكس، أو لمنطقة مرتفعة قوي، الجسم بيحتاج فترة عشان يتأقلم. التأقلم ده بياخد وقت. ممكن ياخد كذا يوم، وفي الفترة دي ممكن اللاعبين يتعبوا بسرعة، يعرقوا زيادة، صعوبة في التنفس، أو حتى ما يقدروش يناموا كويس. فلما مش بيحتاجوا التأقلم الكبير ده لما يسافروا من الجزائر للدار البيضاء، ده معناها إنهم يقدروا يتمرنوا ويلعبوا في ظروف جسمهم متعود عليها تقريباً، وده بيشيل عائق فسيولوجي مهم. وتأكيداً للنقطة دي، المصادر وصفت الطقس في الدار البيضاء إنه معتدل، وقارنوه بشكل إيجابي باحتمالية إنهم كانوا يواجهوا حرارة عالية أو رطوبة زيادة في أماكن تانية كان ممكن يتم اختيارها. وده صحيح. اللعب في طقس معتدل يعتبر مثالي لأداء رياضي بيحتاج مجهود بدني عالي زي الكورة. درجات الحرارة العالية قوي أو الرطوبة العالية بتزود خطر الإجهاد الحراري والجفاف، وبتخلي اللاعبين يبذلوا مجهود أكبر عشان يحافظوا على نفس مستوى الأداء، فالطاقة بتخلص أسرع. فتجنب الظروف المناخية الصعبة دي ميزة زيادة بتنضاف لقائمة التسهيلات اللوجستية اللي بيوفرها مكان الماتش في الدار البيضاء للمنتخب الجزائري. إذن لو جمعنا كل ده، رحلة قصيرة، إرهاق أقل، مش محتاجين تأقلم مناخي كبير، طقس معتدل، يبدو إن الظروف اللي ملهاش علاقة مباشرة بالمنافسة جوه الملعب مالت لصالح الجزائر بشكل واضح في الحالة دي. بالظبط. نقدر نقول إن تحدي البنية التحتية اللي واجه غينيا أدى لحل لوجستي في المغرب، والحل ده جاب معاه يمكن من غير قصد مجموعة مزايا عملية للمنتخب الجزائري. المزايا دي بتخلي الفريق يركز أكتر على الجوانب الفنية والتكتيكية والاستعداد الذهني للماتش، بدل ما يضيع وقت وطاقة في التعامل مع تحديات السفر والتأقلم مع البيئة. دي حالة تعتبر درس بيوضح إزاي العوامل اللوجستية ممكن تلعب دور مؤثر في تهيئة الظروف للفرق المتنافسة. اللي لافت هنا هو إزاي قرار إداري بحت مبني على معايير فنية للملاعب
ممكن يترجم لأفضلية نسبية على مستوى الاستعداد البدني واللوجستي لطرف من الاتنين. الموضوع أكبر من مجرد تحديد مكان اللعب. وده بيأكد فكرة إن كرة القدم الحديثة خصوصاً على المستوى الدولي نظام معقد، مش بس اللي بيحصل جوه الملعب. صحيح. الاستعدادات اللوجستية، تخطيط السفر، اختيار أماكن الإقامة والتمرين، التعامل مع الظروف المناخية، كل ده بقى جزء أساسي من استراتيجية المنافسة. في الحالة دي الظروف الخارجية خدمت المنتخب الجزائري بشكل واضح، وده أمر ما نقدرش نتجاهله لما نحلل سياق المباراة. إذن لو حبينا نلخص اللي فهمناه من المصادر عن الواقعة دي، عندنا المنتخب الجزائري بيوصل الدار البيضاء بلا استقبال رسمي وترحيب جماهيري في رحلة مباشرة ومريحة إلى حد كبير بسبب القرب الجغرافي. السبب الأساسي لوجودهم هناك هو إن ملعب غينيا مش مؤهل للمباراة، والأهم من كل ده إن الوضع الغريب ده بشكل غير مباشر أدى المنتخب الجزائري مزايا لوجستية ومناخية مهمة ممكن تأثر بالإيجاب على استعداداتهم للمباراة الحاسمة. ده تلخيص دقيق للصورة. القصة هنا أكبر من مجرد خبر وصول فريق، دي بتكشف عن طبقات كتير ليها علاقة بالبنية التحتية في أفريقيا، بالبروتوكولات الرياضية، بشغف الجماهير، وبالأهمية الكبيرة للعوامل اللوجستية في كرة القدم للمحترفين، وإزاي إن تحدي في مكان معين ممكن يتحول من خلال سلسلة قرارات لتسهيل في مكان تاني. وده يخلينا نفكر في الصورة الأكبر بقى. بالتأكيد الحالة دي بتطرح سؤال جوهري يستاهل نتأمل فيه. لغاية فين ممكن عوامل زي جاهزية البنية التحتية وسهولة الوصول اللوجستي والقرب الجغرافي تتدخل وتأثر على موازين القوة وتكافؤ الفرص في المنافسات الدولية المهمة زي تصفيات كأس العالم؟ إحنا هنا بنتكلم عن عوامل ممكن تكون بره إرادة الفرق تماماً، لكنها ممكن تدي أفضلية ملموسة لطرف على حساب التاني، مش بس من خلال اللعب على الأرض معناها التقليدي قدام الجمهور، لأ، إزاي؟ من خلال توفير ظروف استعداد مثالية أو على الأقل مريحة. يعني إزاي الفروقات الهيكلية بين الدول من ناحية توفر الملاعب المعتمدة وشبكات النقل الكويسة ممكن ترسم ملامح المنافسة بشكل غير مباشر وتأثر على حظوظ المنتخبات بطرق ممكن ما تكونش دايماً عادلة أو متوقعة. نقطة ضيقة فعلاً. الموقف ده بيجسد الديناميكية دي بوضوح، وبيفكرنا إن المنافسة بتبدأ أحياناً قبل صافرة البداية بكتير.